السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بألف خير يا رب. اليوم ان شاء الله مع هذه البرود الله الله جبت لكم هذا العدس. يجي شباب، يجي هايل، يجي شويه حويرر، يجي ما شاء الله مكونات جد بسيطه بصح طريقه هايله هايله. نتمنى تجربوها وتقولوا لي رايكم. لهذه الوصفه ان شاء الله عندنا كميه نتاع العدس اللي تحبوها. كيما هنايا شخصيا استعملت ارطل نتاع هذا النوع تاع العدس كيما راكم تشوفوا راني نقي فيه. فوالا نحي فيه شتو ديفون نصيبو فيه شويه هذوك الحجر، نصيبو فيه التخش، يعني نقيوه مليح مليح. يعني ورطل راح يدير لكم كميه ما شاء الله، كميه معتبره كيما نقولوا يدير لكم كوكوطه معمره. فوالا نكمل نقيه وندير الماء شويه يسخن. فوالا هكذا كما راكم تشوفوا نديروه يسخن، ومن بعد هذاك العدس كما نقيناه، بعد ما نقيناه نروحوا نديروه في هذاك المسخون. وهنا كما راكم تشوفوا النار راهي طافيه، يعني ما لازمش يغلي. انا هذه الطريقه راني حنديرها باش نحي شويه نتاع القشور. كما تعرفوا كاين الاطفال، كاين عده اشخاص ما يحبوش يشوفوا القشور في العدس. الوغ حنا رانا نحيو منها كميه، لخاطر الشمام اللي يكون عندهم بروبليم تاع ليستوما راهي رايحه تضرو، ونخليو شويه لخاطرش فيهم فوائد. هاد العدس ان شاء الله عندنا حبيبه بصل كبيره، عندنا 3 سنينات ثوم، عندنا حبه زروديه مربيه وحبه طماطم مربيه. وكما راكم تشوفوا هنا في لاكوكوت راني درت الدرسه. كيما على بالكم دائما بلي الدرسه نديرها في المجمد. الا ما كنتوش دايرينها في المجمد ديروا 2 مغارف كبار تاع الدرسه، مغرفه صغيره نتاع الهريسه، نديرو الثوم هذاك تاعنا، الحبيبه تاع البصل، الملح، الفلفل الاسود، ديروا الكمون. يعني هذا العدس الله يحب الكميه، شويه كميه تاع الكمون، ويحب الكربيه. يعني في هذا العدس رانا رايحين نديرو بصل وثوم كمون وكربيه، وبلا ما ننساو 3 ملاعق كبار نتاع الزيت. نخلطوا هذوما المواد كيما راكم تشوفوا. فوالا ومن بعد نروحوا نزيدوا هذيك الحبه تاع الطماطم تاعنا اللي سكرفتناها، حنا راني حنستعمل لا كوكوط، وهذيك الحبه زروديه اللي سكرفتناها. فوالا ونديروا كميه نتاع الكرافس، يعني غير شويه للبنه. راهي الريحه ما شاء الله، شهيتكم في الجنه ان شاء الله. الله الله. فوالا ونخلطوا هذوما المكونات هكذا كما راكم تشوفوا، ونروحوا نجيبوا هذاك العدس تاعنا اللي خليناه شويه في هذاك الماء يرطب لنا، نحكو غير شويه بيدينا كما راكم تشوفوا هكذايا، ونشلوه واحد 2 خطرات حتى ل3 باش يروحوا له كاع هذوك القشور. فوالا نديروا الماء، نحيو هذاك الماء نصفيوه، نزيدو نديروا عليه الماء دافي يكون من فضلكم، نزيدو نحيو. يعني تقدروا تقوموا بهذه العمليه واحد 2 مرات. فوالا حتى 2 حتى 3 مرات حتى نتحصلوا على هكذايا عدس ما يكونش فيه القشره بزاف، تروح له هذيك القشره. من بعد نديروه في لاكوكوت نتاعنا كما راكم تشوفوا. فوالا ونديروا واحد 1.5 نتاع الماء، يعني العدس تاعنا حتى يتغطى تماما ويفوت شويه، يفوت شويه. فوالا كما راكم تشوفوا هكذايا. فوالا يفوت لكم شويه، من بعد تغلقوا لاكوكوت تاعكم حوالي نص ساعه تحلوها. يعني العدس اذا كان طيب الله وشباب يطيب لكم ثمثم. بعد ما طاب لي العدس نزيدوا واحد الملعقه كبيره نتاع طماطم مصبره، انا كان عندي في المجمد كما نقول لكم بكل خطره. فوالا راهي الريحه زكيه الله يبارك. فوالا بعد ما طاب لي العدس تاعي وتحرحر لي، وذوك الطماطم المصبره هذيك راح تعطي له فنيك نكهه رائعه. اي فوالا ومن بعد نحطوه في صحن التقديم. وها هو الطبق تاعنا بعد ما وجد لنا. نتمنى الطبق تاع اليوم يكون نال اعجابكم، تجربوه وانا اكيد راح يعجبكم. واللي يحب الحر يزيد له شويه، واللي يحب البنه تاع الحر يقدر يزيد له يعني قرين حر ويغلق عليه لاكوكوت. القرين هذاك تاع الحر راح يعطينو فنيك نكهه بنه هايله. ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في روحكم وبصحتكم العدس.